سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله، لما مرت من أمامه جنازة كتابي وقف وبكى روحي له الفداء، قال نفس تفلتت مني إلى النار. الآن هذه الليلة، الآن هذه الدقيقة، كم من نفس غادرت هذا العالم؟ هل يتحرك خاطرنا كخاطره صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرحمة الخالصة الذي قال إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وآله وسلم، يقف على الصراط ويقول يا رب يا رب يا رب أنت وعدتني ترضيني في أمتي. لا يزال أناس من أمتي يشهدون بأنك الله وأني رسول الله وهم في جهنم من حطبها. والله لا أدخل الجنة حتى يدخلوا. لا أسألك لا العباس عمي ولا صفية عمتي ولا فاطمة ابنتي، ولكن أسألك يا الله أمتي 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 أمتي. إيش حالك مع أمته صلى الله عليه وسلم؟ قال في الخبر من استغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة كان ممن تحفظ بهم الأرض وتستجاب لهم الدعوة. في الصبح والمساء بتستغفر للمؤمنين والمؤمنات. إيش نصيب الأمة المحمدية من دعائك؟ إيش نصيب الأمة المحمدية من خاطرك، من همك، من صدقتك، من مالك، من فكرك، من جاهك، من دورك، من طورك؟ سيدنا النبي في أرض المحشر وكل واحد مشغول، يلا نفسي يلا أنجو، يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن أدخل حتى تدخل أمتي. وهؤلاء في نص الروايات هم أهل الكبائر. إيش أهل الكبائر؟ الذين لم يتوبوا. يعني ناس أنت إذا بتشوفهم في يومك هذا بتقول هذا من حطب جهنم، مين بده ينظر؟ لكن فيهم نور شهادة أن لا إله إلا الله ونور شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأدنى صلة سيدنا النبي ما بترك أهله.